في حلقة النهاردة من اتيكات فرجة هنتكلم عن حاجة بنعيشها كلنا بلا استثناء كل يوم، المحادثات اليومية العابرة، الأشخاص اللي بنقابلهم صدفة في طريقنا لعمل حاجة مهمة، أو المكالمات التليفونية اللي بتجيلنا في يومنا العادي، أو حتى النقاشات العادية في الحفلات أو في الشارع. كلها بتبدأ بكل سهولة، لكن إنهاء المحادثات دي بيفضل حاجة مش سهلة على ناس كتير، وناس أكتر بينهوا الكلام بشكل غير لائق خصوصا لو مستعجلين. خلونا نقول لكم إزاي ممكن تنهوا كلامكم مع حد من غير ما تحرجوه، وبتطبيق قواعد الاتيكات بالشكل الأمثل. خلينا الأول نفهم حاجة، المحادثة هي تبادل الكلام بين طرفين أو أكتر، واللي بيتمثلوا فيك أنت وفي اللي بتكلمه، وهتفضل المحادثة قائمة طول ما في كلام رايح وراجع في وسيلة الاتصال اللي بينكم. بشكل أو بآخر لو بقى الكلام في اتجاه واحد بس، بنسبة كبيرة المحادثة هتنتهي في دقايق، بمعنى إن كل لما كلامك هيقل وهيبقى ردود قصيرة وإيماءات، كل لما المحادثة هتخلص أسرع. بس المهم إنك تحاول تعمل كده من غير ما تكون فظ ومن غير ما تسبب له إحراج. واحدة من الطرق اللي هتساعدك تخلص الكلام بسرعة من غير ما تحسس الشخص ده بالاستعجال هي انك تسمع كويس للي هو بيقوله. يمكن يكون ده هيحسسك انك هتتأخر اكتر، لكن لو قدرت تسمع بتمعن هو بيقول ايه وتساعده انه يوصل فكرته ليك وتلخص له في الاخر اللي هو قاله، الموضوع هينتهي في اسرع مما تتخيل. ودايما لو لقيته بيدخل في موضوع جانبي حاول ترجع مجرى الكلام للموضوع الاساسي تاني. اوعى ابدا باي حال من الاحوال تستخدم لغة الجسد علشان تبين استعجالك، يعني ما ينفعش انك تبص في ساعتك او في موبايلك علشان تبين انك عايز تمشي، او حتى تهز راسك بسرعة وكأنك بتقول له خلص يلا. كل ده منافي للادب، ومش بس هيحرج الشخص ده، بس كمان هيسيب عنك انطباع مش كويس عنده. في حالة كان الحوار مش منصب في موضوع مهم أو أساسي، بيكون أحد الحلول الذكية جدا هي إنك تشرك طرف جديد في المحادثة دي لو أمكن، بشرط إن الشخص اللي بتتكلم معاه يكون مش هيمانع. بعدها هيسهل عليك جدا إنك تستأذن وتسيبهم يكملوا كلام من غير ما تسبب أي إحراج لأي حد. لو في حالة طارئة أو كنت فعلا مضطر إنك تمشي فورا، خد منه ميعاد تاني تكملوا فيه النقاش، اعتذر له بشدة وقول له إنك مستمتع بالكلام بتاعه بس أنت مضطر تمشي حالا، وإنكوا هتكملوا الكلام ده بطريقة تانية في وقت تاني، سواء بالموبايل أو على السوشيال ميديا أو حتى في لقاء آخر. خلينا متفقين إن ده مش أحسن حل، وأحيانا ممكن يحسس الشخص ده ببعض الحرج، لكن في المواقف الطارئة هو الحل المناسب. في كل الأحوال اتأكد إنك تنهي الموضوع بشكل إيجابي، سواء كملت الكلام للآخر أو قطعته لسبب طارئ. وما تنساش تشكر الشخص ده على وقته وعلى كلامه قبل ما تمشي، وحاول لمرة أخيرة تبين له إنك كنت منصت ومهتم بكل كلمة هو قالها. على سبيل المثال قول له إنكوا لازم تتكلموا مرة كمان في الموضوع ده، بالذات عن النقطة اللي أنت قلتها دي. ببساطة محدش فينا بيحب إن كلامه ما يتسمعش أو محدش يهتم بيه، فلو أكدت اهتمامك بالكلام وأنت بتنهيه تأكد من إنك هتكسب محبتهم واحترامهم. انتوا اللي هتختاروا موضوع الحلقة الجاية، سواء في سلسلة الاتيكيت او في غيرها. اعملوا كومنتس بالمواضيع اللي تحبوها، واكتر كومنت هياخد لايكس هو موضوع حلقتنا اللي جاية ان شاء الله. طبعا ده بعد ما تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب لو مش عاملين. نشوفكم الفيديو الجاي.